بقى لما اقول لكم انا ازاي عملت كل كميه البرجر دي وبنص كيلو مفروم بس. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله، عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني كتير. اخر مره طلعت معاكم كان في العيد. النهارده اول مره هدخل معاكم المطبخ وهعمل معاكم وصفه من بعد اجازه العيد. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم خالص. تعالوا مع بعض يلا نعمل النهارده البرجر. برجر اقتصادي، وهنشوف هنعمله ازاي صحي للاطفال. ويلا بينا نقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو لحمه مفرومه. نص كيلو لحمه مفرومه بتاخد معايا ربع كيلو من فول الصويا. ده فول الصويا اهو. احنا اول حاجه هنعملها اللي احنا هنحط ميه سخنه على الفول الصويا ونسيبه شويه لحد ما يختمر خالص ويبقى طري خالص ويضاعف حجمه. بعد كده هنمسكه هنغسله وايه وهنركنه معايا دلوقتي. ده كده بالنسبه للفول الصويا. نجيب طبق معانا، الطبق بتاعنا اللي احنا متعودين عليه في كل حاجه اهو. ننزل بالفول الصويا كده. طبعا لكل نص كيلو لحمه ربع كيلو فول صويا. لو عايزه تزودي زودي بس ما تكتريش عشان الطعم ما يروحش منك. طبعا هنغمره بالميه السخنه زي ما احنا شايفين كده. كل ما هتديله ميه هيشربها. احنا في الاخر هنسيبه خالص لحد ما يختمر خالص ويضاعف حجمه خالص ويضطر خالص خالص. بعد كده هنصفيه وهنغسله وهنركنه على جنب. شايفين معايا؟ بمجرد ما نزلت عليه بالميه هو كده كده اصلا اوريدي خلاص اتضاعف حجمه اهو. شايفين؟ وشرب عيات الميه اللي انا كنت حطاها. برضو احنا هنسيبه شويه طبعا علشان يتشرب بقيه كميه الميه اللي انا حطاها، وهنرجع له تاني. اثناء ما هو بنسيبه علشان يختمر خالص ويتضاعف حجمه، احنا هنظبط معاكم اللحمه بتاعت البرجر. اول حاجه لحمه البرجر انا محتاجه معايا هنا نص كيلو لحمه. ما تكونش حمرا خالص، لازم يكون عليها كميه من الدهن طبعا، لان احنا في البرجر واحنا بنشوي البرجر او بنقليه احنا مش بنحط له اي مواد دهنيه. تمام. هننزل كده بالنص كيلو. طبعا احنا في الاخر هنوزن كميه البرجر اللي طلعت معانا وهنعرف النص كيلو معانا طلع قد ايه برجر. للنص كيلو لحمه بياخد معايا بصلايه صغيره. بصلايه صغيره. طبعا الحاجات دي كلها هتتفرم في الكبه معانا فما نقلقش خالص. بياخد معايا وده اختياري، انا بحب احط له معلقه من صوص البيتزا اللي هي بيبقى عليها الثوم البودر الزعتر البودر، حاجات كتيره كده بتديله نكهه تانية خالص اهو. احنا بننزل بيه كده ما تكتريش، هي معلقه صغيره لتعزيز النكهه بس. كمان بياخد معايا بيضه واحده بس. انا هنا حاطه 3 بيضات لان انا ولادي ما بيحبوش البيض، فبحب ازود في اي وصفات عندي بحب احط البيض. طبعا 3 بيضات مش هيأثروا معايا خالص ولا هيبانوا، بالعكس هيدوا دي وجبه صحيه وهيدوا ايه تست حلو جدا للبرجر، وفي نفس الوقت هيبقى صحي ومفيد ومغذي. ننزل بالثلاث بيضات اهو كده. تعالى بقى نتعرف على التوابل. التوابل معايا هنا ملح 11 بهار، بابريكا مدخنه. توابل البرجر دي بتبقى ظرف انا بشتريه جاهز، بيبقى عليه زعتر، توم باودر، فلفل اسود، حبهان، يعني مكونات البرجر. تمام. اللي مش حابب يحطه تمام يكتفي بال11 بهار. انا هنا هنزل بيهم كده. وكل اللي احنا هنعمله اللي انا هقلب كل ده مع بعض. انا بفضل اقلب فيهم كده لحد ما احس ان مكونات اللحمه كلها والتوابل اتدخلت كلها مع بعض، طبعا بكل سهوله ومفيش اي تعقيدات. الوصفه كتير سهله جدا، مفيده جدا، صحيه جدا لصحه الاولاد. عايزه اقول لكم الطعم بتاعها بيبقى روعه، وكفايه ان انتي عاملاها في البيت وضامنه كل المكونات بتاعتها. ليه نشتريها من بره واحنا مش عارفين لا مصدر اللحمه ولا مصدر اي حاجه؟ وربنا يحافظ على صحه اولادنا. خلاص انا كده دخلت كل المكونات مع بعض اهو.
شايفين القوام اهو متماسك، مش سايبه خالص اهي. شايفين رغم ان انا حاطه بيض وحاطه معلقه من صوص البيتزا. شايفين لحمه متماسكه خالص. طبعا احنا بنفضل نقلب فيها كده شويه حلوين لحد ما كل المكونات تختفي. كده هي معايا جاهزه تمام. انا كده هركنها. جات مرحله ايه دي بقى دلوقتي؟ مرحله الصويا، فول الصويا اهو. هو كده تمام، اتطرى خالص. شايفين بقى طري خالص ازاي؟ انا هنا بسيبه لحد ما يتصفى خالص في المصفى بتاعتي. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الكبه بتاعتي او المفرمه ايا كان المتاح وهفرمه. وبعد ما هفرمه هنضيفه على اللحمه ونرجع نفرم كمان وش تاني. تمام كده. دي المفرمه بتاعتي، المفرمه بتاعتي الجميله الصغننه. هنفرم الفول الصويا ده وهوريكم بعد ما افرمه هيبقى شكله عامل ازاي. انا كده خلصت كل فرم الكميه اللي معانا. انا بس عايزه اوريكم ازاي نعم. شايفين نعم ازاي؟ انا فرمته فرمه واحده بس. دلوقتي اللي هيحصل ان انا هجيب اللحمه دلوقتي وهنشوف احنا هنعمل ايه. احنا هنبعد الكبه بتاعتنا كده شويه. انا كنت حاطه اللحمه بتاعتنا في التلاجة ترتاح اهي. قوامها جميل، مش سايبه ولا اي حاجه. خلاص كده هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنضيف اللحمه على المكون الفول الصويا وهنرجع تاني نفرمهم. ليه هنرجع نفرمهم؟ عشان نتاكد ان كل المكونات بقت عجينه واحده. طيب اهي لحمتنا اهي المتبله كده تمام. وهنبدا بقى نخلطهم كلهم كويس كده مع بعض لحد ما ايه يتجانسوا خالص خالص. تمام كده. احنا هنا خلاص اهو خلطنا الاتنين مع بعض وفرمناهم الفرمه الاخيره. كل اللي هنعمله ايه دلوقتي؟ انا عندي هنا مكبس البرجر اهو، مكبس المتوسط الحجم مش الكبير. تمام كده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد كوره اهي من المكون بتاعي اهو كده ونحطه هنا كده. شايفين انا بعمل ايه اهو؟ بسيطه. وهنروح جايبين كيس كمان من الكيس دي. الكيس دي كيس لبن عادي وانا مقطعاه. وهنروح دايسين كده دوسه كبيره اهي، دوسه حلوه كده. شايفين انا بعمل اهي بكل بسهوله اهي كده كده. وادي اول برجرايه معايا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طالعه مبصمه، معنى كده ان العجينه ماسكه نفسها مفيش اي مشاكل فيها. احنا هنعمل كل الكميه دي زي اللي انا عملته معاكم اهو. نعمل كمان واحده اهي، ناخد واحده كده تمام. بعد كده هناخد مقدار كوره على حسب بقى انتي عايزه تعمليها كوره كبيره كوره صغيره براحتك اهي كده. كوره اهي وبنروح حاطينها كده اهو كده كده. وبنروح ضاغطين ضغطه حلوه كده عشان نتاكد ان هي كبست كويس. وبنروح شايلينها اهو كده اهي. شايفين بكل سهوله ما فيهاش اي حاجه اهي. بنروح حاطينها جنب اختها. انا هعمل كل المقدار بالطريقه دي وهرجع لكم. انا كده خلصت كل الكميه اللي كانت معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله نص كيلو من المفروم. شوف عمل قد ايه برجر، اكتر من 2 كيلو من البرجر. وطبعا انا مش عايزه اقول لكم نظافه مكونات احنا عارفينها، يبقى ليه نشتريه من بره لما ممكن نعمل كل الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي بمكونات سهله وبسيطه
وبأقل فلوس تقدري تجيبيها. نص كيلو اللحمه عمل معانا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي، وما شاء الله طلع اهو بشكل الكبس. يعني العجينه متماسكه. طبعا القرص مش هيكش معاكي لان احنا مدخلين فيه بيض. مش عايزه اقول لكم اللي هيعتمد الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. احفظوها عندكم. داخل عندنا الاجازه، النوادي، الاطفال. وبألف هنا وشفا. ما تنسونيش في اللايك، اشتراك الصفحه عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.